ازيكم عاملين ايه؟ المفروض امبارح كانت تنزل الحلقة بتاعة الكورس بتاعنا، ولكن وانا بكتبها بصراحة كنت بواجه تفكير كتير قوي، وانا ما كنتش قده صراحة. كنت حاسس ان انا لازم اطلع اقول ده مش كلام مكتوب، مش حاجة انا مفكر فيها صراحة. انا كل اللي انا خدته قرار ان انا هقول كلام من القلب لاخواتي او الناس اللي عندي او الناس اللي بتتابعني. انا حسيت الفترة اللي فاتت ان من كتر اللي بيحصل حوالينا، من كتر ما القضية بتاعتنا اتفتحت بشكل اكبر مع اخواتنا، وان القضية كده كده ما كانتش اتقفلت بس كان نوعا ما الموضوع هادي. اللي حصل الايام اللي فاتت خلانا احنا وصلنا لانهزام نفسي، او بقى في ناس مهزومة نفسيا، وده بيحصل بسبب ان بيبقى في اشاعات كتير جدا بتحصل وحاجات كتير قوي بتطلع، احنا بنبدأ نتحمس فيها ونشوف ان احنا لا احنا لازم هنعمل كذا، وبعد كده الموضوع كله بيروح، فانت بتبدأ تهدى تاني وتبدأ تعلى وتهدى مع كل اشاعة، لغاية لما انت بتوصل انك بتبقى خلاص اتهزمت نفسيا. انت عارف ان كل ده كلام ملوش لازمة. صدقني ده اللي انت المفروض توصل له. لما اللي ما يتفهموش قالوا ان العرب ما بيقروش، ولو قروا ما بيفهموش، كان قصدهم ده. كان قصدهم ان انت مهما حصل مش هتوصل للي هم موجودين فيه. لا بالعكس، احنا اللي علمنا كل العالم، احنا اساس كل المعرفة اللي العالم وصل لها، واحنا الاساس في كل ده. فمحدش يقدر يقول لنا كده. صدقني انت لازم تركز في كل حاجة بتعملها، لان اساس كل حاجة انت بتعملها هي اللي هتوصلنا ان احنا نكون اقوى من كل دول. احنا اقوى منهم بالفعل، بس الفكرة انك لما بتنهزم نفسيا بتعرف توصل للي قدامك انك خلاص سهل يهزمك، لانك محزون نفسيا فعلا من جواك. انا واحد من الناس عارف ان الالجوريزم بتحاربنا، ومش عارف احنا هنوصل لفين، او الفيديو ده هيوصل لكام واحد، او كام واحد هيعمل شير، ولكن طلعت قلت ده. انت كمان ما تستقلش بنفسك. انت كطالب ذاكر واوصل لمرتبة علمية قوية. انت كواحد شغال اوصل وترقى واكبر، ويبقى عندك انت الحاجة بتاعتك الاقوى من كده. احنا كلنا لازم يبقى ده واجبنا. لكل ده هو يعتبر ان احنا بنحارب عشان نوصل لحاجة أقوى، عشان لما يجي الوقت اللي احنا فيه لازم نكون موجودين في نفس المرتبة، نقدر نخش نقف جنب اخواتنا، نبقى قادرين على ده، إذا كان ماديا أو فكريا أو علميا. صدقني كل دي حاجات. الحرب دلوقتي ما بقتش بس لمجرد إن هي مقتصرة في ميدان، لا، حرب بقت علمية وبقت إعلامية وبقت فكرية أكتر وبقت نفسية، وده اللي هم بيحاربونا بيه احنا كهنة دلوقتي. احنا كلنا بدأنا ننهزم نفسيا. صدقني ما تتهزمش، ده اللي أنا فكرت فيه ولقيت إن احنا المفروض ما نعملوش. صدقني مش مستاهل الموضوع انك تبقى مهزوم. انت لازم تقف جنبهم وتبقى قادر، عشان الوقت المناسب اللي يبقى كل حد محتاجك تقدر تقدم له المساعده، تبقى قادر تقدم له المساعده. ده واجبنا نحو بعض، ده واجب ناحيتك وناحيه كل واحد هيتفرج على الفيديو ده، ان انا احذرك انك تبقى مهزوم نفسيا. في الاخر احب ادعي لكل اخواتنا اللي موجودين في مكانهم، واللي بيحاولوا يصبروا للمكان بتاعهم، واللي بيحاولوا يدافعوا عن ارضهم. بدعي لهم من كل قلبي ان ربنا يا رب ينصرهم، وربنا يا رب يقويهم على الايام الصعبه اللي هم فيها. بدعي ربنا ان هو يكون في عونهم ويكون معاهم يا رب في كل حاجة، ويسدد خطاهم يا رب. وبدعي لكل واحد مننا ان ربنا يا رب يثبت عقله ويخليه في المكان الصح ويقويه على اللي هو فيه. شكرا ليكم، واستنوني في الحلقة الجاية.